انت دلوقتي هتشوف حاجة هتفضل فاكرها طول عمرك. دي مش قصة من وحي الخيال ولا حتى فيلم رعب، لأن للأسف دي حقيقة حصلت في قارة آسيا. نمر متسول متشرد مجنون عايش في جبال كشمير هيخلي الأمهات هناك يدفنوا عيالهم ببطاطين متقطعة وشوشهم مشوهة وجثثهم متخرمة. طفل عنده 15 سنة طلع بالغنم، بس من قبل ما حتى يلحق يقول حرف كان النمر جه من وراه وخنقه وسحبه لجوه الغابة، ولما لقوا جثته ما كانش فاضل منها غير الظهر ورئتين. النمر كان بيصطاد الأطفال وبيتسلى عليهم، والضحايا اللي بعد كده كانوا أبشع بكتير، زي الطفل شاهد أحمد والبنوتة راتبة والطفلة زبيتة، لدرجة إن الناس هناك بقت بتنام والنور مولع والمدارس غيرت موعدها وفي منهم قفل خالص. بس النمر ما همتش وما انبطش وفضل مكمل، وكل يوم كان بيستنى لما ستارة الليل تنزل ويبدأ يصطاد ويفترس، وكل ما الليل بيجي في طفل جديد هو كمان بيتحول لجثة جديدة. لا ده احنا يلا بينا بقى من غير سسبنس كتير ندخل في المدعكة على طول ونتعرف على النمر قاتل أطفال كشمير وحش برامولا. بس زي ما احنا متعودين صديق الإنسان قبل الكلام واجب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من اوعى الوحوش طبق لشط. يوم 27 يونيو سنة 2022 في قرية ريفية في الهند، وبالتحديد في منطقة كشمير الجبلية، بيظهر وحش قاتل ما بيرحمش. ليوبرد أو نمر مرقد بيجوب القرى اللي هناك وهو بيدور على فريسته وبيستغل الضلمة علشان يعرف يصطاد. أول ضحية للنمر ده كان طفل عنده 15 سنة اسمه زاهد أحمد، وأيوة الطفل ده يبقى مسلم لأن كشمير بلد إسلامية. زاهد أهله كانوا بيبعتوه من الظهر لحد المغرب علشان يرعى الماشية بتاعتهم على سفح الجبل، وفي اليوم ده هو كان ماشي لوحده مع البقر وبيرعى بيهم لحد ما الدنيا بدأت تعتم. وقتها بيظهر جوز عيون منورين علشان يراقبوا زاهد من بعيد. الوحش كان بيقرب في صمت وهدوء وخطوة ورا خطوة على الأرض الناعمة من غير ما زاهد يحس بيه، وفجأة بقى بيهجم على الطفل من ظهره وبيوقعه وبيضربه ضربة قاضية في الحتة الفاضية. وقبل ما زاهد حتى يستوعب الخبطة اللي حصلت له كان النمر كسر رقبته بفكه القوي وخلص عليه. لما زاهد مرجعش البيت في ميعاده زي كل يوم، أهله طلعوا يدوروا عليه لحد ما بيتكعبلوا بقى في جثته أو اللي باقي منها. الجثة كانت مأكولة جزئيا وما كانش فاضل منها غير الظهر وأجزاء من الرئتين، وكانت مرمية في الحقل، والناس كانوا مصدومين من اللي شافوه دلوقتي. الخبر ده انتشر بسرعة الصاروخ بين القرى كلها ودخلوا في حالة تأهب، واتأكدوا إن في نمر دلوقتي ده طعم الإنسان وبقى عارف إنه فريسة سهلة وهيرجع يضرب من تاني. وفعلا في الليلة اللي بعدها على طول الوحش بيرجع لنفس القرية وشم هناك ريحة إنسان تاني وبدأ يقرب منه. الضحية التانية كان طفل عنده 12 سنة اسمه شاهد أحمد، وهو كمان كان بيرعى الماشية لأهله، ونفس السيناريو اللي حصل مع زاهد هو نفس السيناريو اللي حصل بالملي مع شاهد. يعني لما الدنيا ضلمت النمر ظهر فجأة وهجم على شاهد وسحبه بين الشجر ومحدش حتى سمع صريخ الولد. ودلوقتي كل القرى بقت متأكدة إن في مفترس ساب فريسته الطبيعية وبقى بياكل في عيالهم. القرويين على طول بلغوا الشرطة، لكنهم ما كانوش قادرين يعكشوا النمر لأنه بيهجم من أي مكان وفي أي وقت. وحاولوا إنهم ينصبوا كذا فخ، بس النمر كان أذكى منهم كلهم، وكل مرة كان بيغير مكان الهجوم وتوقيته. وده اللي حصل بالظبط مع الضحية الثالثة، بنوتة جميلة اسمها رطبة عندها 8 سنين. رطبة كانت بتلعب قدام بيتها وفي عز الظهر، يعني مش بترعى بقر ولا ماشية بالليل حتى. النمر دخل للشارع عندهم وسحب الطفلة واختفى، وكل ده في أقل من نص دقيقة وسط ذهول الناس. الوحش قفل فكه على رقبتها وسحق القصبة الهوائية وخنقها وقتلها في ثواني معدودة. وكالعادة الأهالي في نفس اليوم وبعد البحث بيلاقوا جثة الطفلة وهي مشوهة ومخرومة خرم كبير من صورتها وبطنها متاكلة. أهلها شالوا اللي فاضل منها ولفوها جوه بطانية وراحوا علشان يدفنوها. ومن وقتها بقى وكل أهالي القرية دخلوا في دوامة حزن وخوف من اللي جاي. ومع ذلك أكتر من 50 راجل من القرويين بدأوا يدوروا على النمر اللي سموه في الوقت ده وحش برامولا، نسبة طبعا لاسم القرية اللي قاعد بيقتل وبياكل في أطفالها دلوقتي. وفي عمليات البحث دي في ناس فعلا شافوا الوحش من بعيد، لكن ما كانوش قادرين يقربوا منه ويمسكوه. هم كانوا يدوب بس بيصوروه قبل ما يختفي ويتبخر في قلب الغابة من تاني. وبالرغم من ان العيون كلها كانت بتدور عليه، الا ان النمر ده فضل حر طليق وبيهدد حياة القرويين. عشان كده الاهالي بدأوا يمنعوا عيالهم من اللعب قدام البيت، وفي ناس منعوا عيالهم من الخروج اصلا اساسا. ده غير ان المدارس الليلية غيرت موعدها وبقت بتبدأ من 10 الصبح، ومحدش كان حاسس بالامان ابدا.
النمور في الهند صيادين واعرين بالزاف، بيصطادوا أي حاجة من الكلاب البلدي والغنم لحد الخنازير والغزلان الكبيرة. Oh my god! أوقات بيقعدوا أسابيع من غير صيد، لكن لما بيجوعوا بقى لازم ياكلوا 3 كيلو على الأقل في اليوم الواحد، وده بيخلي النمر ممكن يصطاد أي مخلوق وكل كام يوم علشان يقدر يعيش. وده برضه فعلا اللي عمله الوحش صاحبنا لما رجع يضرب للمرة الرابعة وفي نفس الأسبوع، بس المرة دي بقى غير وراح لقرية اسمها جوبالورا موجودة في جنوب كشمير. شم فيها هناك ريحة الإنسان وقرر يقتل علشان ياكل من تاني، خصوصا وإننا أسهل بكتير من الحيوانات العاشبة ومش هنفرهده في جري ووجع قلب. طفلة صغيرة عمرها 6 سنين اسمها زبيتة كانت بتلعب في أمان الله قدام بيتها. أهلها الأغبياء يعني وأنا آسف المفروض إنهم كانوا في قمة الحذر وقتها، لأن أخوها الكبير قدر ينجو بإعجوبة من هجوم نمر تاني من كام شهر، عشان كده سابوا بنتهم الأصغر تلعب بره البيت وبالليل عادي جدا يعني، لحد ما وصل الوحش وخطفها من قدام بيتهم. زبيتة صرخت صرخة رجت القرية كلها، أهلها طلعوا يجروا ويدوروا عليها وهم سامعين صوت صريخها في الضلمة. الأهالي شافوا شكل النمر وهو شايل بنتهم بفكه وبيسحبها لبعيد وهم بيجروا وراه لأدغال الغابة، وفضلوا يتتبعوا صوت الطفلة اللي بتتقتل دلوقتي وهي لسه صاحية وقاعدة بتصارع علشان تعيش. بس الوحش كان قوي جدا وسريع وماسك راسها في فكه كويس ومش مديلها فرصة تقع منه. الأهالي فضلوا يدوروا وصوت البنت بدأ يبعد ويوطى لحد ما سكتت تماما. الناس كان معاهم عصيان وكشافات وفي منهم كان بينور بالموبايل بتاعه، بس الغابة كانت ضلمة كحل، ومع ذلك هم ما استسلموش وفضلوا مكملين بحث وتدوير. بس في الوقت ده بقى كان النمر غير قبضته من راس زبيتة وخنقها من رقبتها وموتها على طول، وبعد كده سحبها لشجرة عالية وطلع ياكل فيها من غير مطاردة وصداع. وبعد 3 ساعات كاملين من البحث لقوا جثة الطفلة مدلدلة من الشجرة وطبعا متقطعة ومشوهة تماما، والوحش كان خلاص ساب اللي باقي منها وساب المكان قبل ما الأهالي يوصلوا بساعة ونص. ودلوقتي بقى واضح إن النمر ده أدمن لحم الأطفال الطري وبقى بيستهدفهم ومش هيرحم حد. هجماته كلها كانت محسوبة بالسنتيمتر وبيستنى اللحظة المناسبة علشان يهجم وياكل. ولحد يوم 23/9 سنة 2024 كان الوحش ده هاجم 231 شخص وقتل فوق ال 40 طفل. ولأن الكل ظالم نهاية، في اليوم ده كان القرويين والشرطة لا مؤاخذة حطوا ايديهم في بعض ونصبوا أفخاخ وشبك بالطول والعرض في كل القرى. ومع ان الوحش اتجرأ وبقى بيهاجم الناس والشرطة كمان، الا انه اخيرا بيقع في فخ منهم ومش محتاج اقول لكم الناس عملوا فيه ايه. لو ينفع اعرض واوريكم كنت عرضت المشاهد، بس انا عارف ومتأكد ان الفيديو هيتحذف وقتها، بس احب اطمنكم واقول لكم ان الناس فلقوه حرفيا، لدرجة ان في واحد من اهالي الضحايا فك الوحش من الشبكة ومسكه من رقبته وبدأ يخنقه بايديه، والناس رجموه بالحجارة وقطعوه بالسواطير والسكاكين وحطوه على موتوسيكل ولفوا بيه القرى كلها كنوع من انواع الانتقام. واتضح بعد كده انه كان بيعاني من ورم في الزور، وهو ده اللي مخليه مش قادر ياكل فريسته العادية وبقى بياكل في البشر. ده غير ان الحدود بين الانسان والحيوان ما بقتش واضحة والناس بدأت تتعدى على مواطن الحيوانات، فبقينا احنا وهم في خطر من بعض على بعض. وبكده يكون خلص فيديو النهارده من اوعى الوحوش طبق الاشر. صديقي الإنسان الجميل الحبوب، من وجهة نظرك بقى مين الغلطان، الناس ولا الوحش؟ ولو أنت اللي كنت مكان زاهد وشاهد وطلع لك نمر مرقق جعان واقف في وشك دلوقتي وعاوز ياكلك بألف هنا، هتتصرف معاه إزاي؟ اكتب لنا تحت في التعليقات بمنتهى الصراحة والمصداقية، وما تنسوش إن حافظكم وعارفكم واحد واحد وواحدة واحدة. وإن شاء الله استنونا في حلقات جاية أقوى وأمتع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.